السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كده عند طيورنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا ابتديت ان انا افطر الفراخ بتاعتي، ما شاء الله عليها حاجة كده زي الفل. ربنا يبارك لنا في ارزاقنا جميعا يا رب. شايفين الفراخ ما شاء الله، الفرخ نضيف وبيلمع وزي الفل كده، حاجة تشرح القلب في التربية. الفراخ دي اللي كانت طالعالي من تفريخ المعمل، لما كنت جامعة بيض ووديته مكنة تفريخ. دول الشوية اللي طلعوا او ده العدد اللي طلع، فبالكوا بقى لو كان ربنا كرمنا بالعدد كله. بس الحمد لله مش نصيب. يومها قلت لكم ان تفريخ المكن مش حلو، نسبة التفريخ يعني طلع لي التلت والتلتين باظ، فخسارة. فقلت خلاص انا هعتمد بعد كده على البط اللي عندي زي ما كنت بعمل قبل كده، وبفرغ تحت البط بقى. فان شاء الله ده اللي انا هعمله. احاول مثلا افضي بطه لبيض الفراخ مخصوص، او بطه راقده مثلا على عدد اكمل لها بس. فده اللي انا هحاول اعمله ان شاء الله الايام الجايه، علشان يطلع لنا عدد من الفراخ. يا ريت لايكات كتير جدا جدا الفيديو اللي لسه بتشوف الفيديوهات لاول مره. طبعا الفراخ في العمر ده بتقدروا تخلطوا لهم زي ما قلت لحضراتكم كتير. دي الخلطه اللي هم بياكلوها اهي عيش مدشوش، بس مش مدشوش ناعم. يعني اي طيور عندك ايا كانت ما تدشلهاش العيش ناعم، لانه بيبقى زي قلته بصراحه. بيسيبوه كده في ارضيه الوعيه وما بيتاكلش. انما لما بيكون خشن كده شويه، اهو العيش لما بيكون خشن كده شويه بيعرفوا يقطموا منه كده وياكلوه. عليها ايه بقى الخلطه ديت؟ عليها اهي زي ما احنا متعودين مع بعض. عليها كسر فول، عليها علف 21%، عليها ذره عوجه صغيره اهي من بتاع الحمام، عليها دش اصفر. هي دي الخلطه بتاعتنا عباره عن كده. يا ريت لايكات كتير جدا جدا. لو مش مشتركين هكون سعيده جدا باشتراككم وانضمامكم معايا. طيب الفراخ دي طلع فيها كام ديك؟ طلع فيها 3 ديوك، بان فيهم الديوك خلاص من البرابر. طلع فيهم 3 ديوك، والباقي ايه؟ والباقي برابر. فالحمد لله، فضل ونعمه. انا طبعا بحب تربيه الفراخ دي عشان الديوك بذبحها، بستفاد منها وبذبحها، تبقى حاجه بلد نضيفه كده وزي الفل. والبرابر بنسيبها للبيض. فان شاء الله انا هحط البرابر دي مع البرابر اللي هي جوه، اللي كان معاهم برضو ديوك، ويعملوا ايه معايا عدد كويس بتاع مثلا 14 فرخه 15 بربره حلوين وزي الفل. واسيب معاهم ديك يبقوا دفعه جديده عندي ان شاء الله ان شاء الله للبيض. اسسها برضو للبيض مع الامهات اللي هي بتبيض جوه. طيب من هنا بتيجي فكره انك ازاي تكبري مشروعك للفراخ. لو انت ست بيت وما عندكيش الا 10 فرخات بينتجوا بس، بينتجوا بيض، هتجمعي منهم بيض حوالي جمع 3 ايام تحت بطه وتحت فرخه تكون رقدت عندك، او تحت بطه وهترقديه وهيطلع عندك ايه زي الفل. طيب تشوفي بطه بقى تانية تقوم حاطه لها عدد تاني، بحيث ان هي تصفي معاكي في الاخر على كام بربره، لان الغالب اللي بيطلع بيكون ديو. سبحان الله، تفريخ المكن المرة دي اللي باظ منه كان الغالب بتاعه ديوك، وطلع لي منهم كام بربرة، فالحمد لله، فضل ونعم. ده بالنسبة للفراخ. طيب الخلطة دي تقدري تخلطها لهم من امتى؟ من عمر شهر، من عمر 3 اسابيع بياكلوا الخلطة دي وبيبنوا الحصرة بتاعتهم ويكونوا زي الفل. خايفة على فراخك؟ تقدري تجيبي لهم ازاز مضاد سموم زي ما قلت لحضراتكم من العمر ده، من عمر ما انك تيجي تخلطي، وحط لهم منها يومين ورا بعض، وبعد كده كل اسبوع مرة. ده اللي هتعمليه. وكل اسبوع راس توم صغيره جدا، راس بصلايه صغيره جدا على فصين 3 توم، افرموهم على بعض كده او قطعيهم قطع صغيره وقلبهم لهم مع الاكل، تكون كويسه ليهم وزي الفل. ده اللي احنا بنديهولهم. عندك شويه كرات كويس برضه عشان بس ايه رفع المناعه. طيب اهم حاجه طبعا تنظيف المكان ووسع المكان. طبعا انا سايباهم في البوكسه دي، هم يعني عددهم كويس على البوكسه ما شاء الله لسه كبيره عليهم. فانا مش هطلعهم من البوكسه دي غير لما تكون البوكسه خلاص مش واخداهم. ليه؟ لان لو سيبتهم ما فيش عندي مكان اسيبهم فيه غير مع الفراخ الاكبر شويه، اللي هي والله ما انا فاكره عمرهم تقريبا شهرين بين او شهرين ونص. فعشان اسيبهم معاهم من دلوقتي هيضربوهم، فمستنيه دول رجلهم تشيلهم شويه، بحيث ان انا اكون قربت اذبح الديوك اللي جوه. فتصفي جوه على البرابر، اقوم اضيف دول معاهم بقى الديكو الكبيره ما تاذيهمش. فده بيكون التصرف. شايفين التصرف ازاي؟ يعني مش هينفع اضيفهم معاهم غير لما الديكو اللي جوه اذبحها، مش هيبقى غير البرابر، فالبرابر مش هتاذيهم، انما الديوك هي اللي هتفضل تكسر فيهم وتاذيهم وتكسحهم. فانا هعمل كده، وهسيب معاهم ايه ال3 ديكو الصغيرين دول بقى اللي هم من دور دول، مش هيأذوهم يعني ولا حاجه.
طيب علشان فراخك ما تنقرش في بعضها لازم توسعي المكان عليهم. لازم تكون عندك هاتي كيس املاح معدنيه وكالسيوم من البيطري، وحط لهم منه كل يوم ويوم كده معلقه مع الاكل، قلب لهم معلقه مع الاكل، او ضيفي لهم على الميه لو انت جايباه سايل دواء سايل حط لهم على الميه، لو انت جايباه بودره هتقلبيه مع الاكل. ده بيكون التصرف عشان فراخك ما تستنيش لما يجي عليها الوقت اللي تنقر في بعضها، عشان ما يجيش عمر شهر ولا شهر واسبوع تقولي الفراخ بدات تنقر في بعضها يا مشاهده. ما هو انت لازم تتصرفي من الاول علشان علشان ما تنقرش في بعضها. فاكرين ايام ما كانوا لسه كتاكيت صغيرين جدا جدا ومش باينين في البوكسه؟ هم ما شاء الله ربنا كرمنا فيهم ورضانا فيهم الحمد لله، وكبروا على خير. ربنا يكمل لنا فيهم على خير يا رب. عندك بقى شويه نشاره تحطها لهم تحت رجليهم. عندك برضو شويه تراب شرب بيكون صحي ليهم وبياكلوا فيه، بياكلوا برضو نسبه من التراب الشرب ده وبتفرشيه تحت رجليهم، بيبقى كويس جدا ليهم علشان برضو ما ينقروش في بعض. قلبي لهم شويه تراب شرب تحت رجليهم على شويه رمله على شويه جير مطفي، واعمليها طبقه كده تحت رجليهم، هينقروا فيها، هيستفيدوا منها، هياكلوها، ومنها مش هتخليهم ان هم ينقروا في بعض ويفترسوا بعض. اكتر حاجة بتسبب الافتراس ان المكان يكون ضيق عليهم، ان هم يكون عندهم نقص املاح، ان هم تسيبيهم مع طيور كبيرة تانية تفترسهم او تعلمهم الافتراس. دي الحاجات دي اللي بتسبب الافتراس يعني. فوسعي المكان عليهم بحيث ان هم لما يجوا يجروا ورا بعض يبقى المكان واسع، يجروا من بعض ما يعرفوش يأذوا بعض. انما لو المكان ضيق وهم بدأوا يفترسوا بعض هيجروا يروحوا فين؟ ما هو المكان ضيق فهيضربوهم. ما تروحيش تحطيهم مع فراخ كبيره ان هم يأذوهم. طبعا الديك عايز يطير، انا بحط لهم هنا شبكه سلك بس انا حاليا شايلاها عشان التصوير، عشان تسبب لهم تعمل لهم تهويه، ما تبقاش البوكسه مقفوله عليهم كده. كانوا هم صغيرين كنت بحط لهم الاكل وميه واقفل عليهم البوكسه خالص، وكانوا بيشوفوا ياكلوا ويشربوا لان البوكسه فيها فتحات كده هي زي ما احنا شايفين. من باب الامان كنت بقفل عليهم كده واريح دماغي. بس التعامل مع الطيور كلها عامه وهم صغيرين حاجه، وهم لسه طالعين من الرقده حاجه، وهم عمر اسبوع حاجه، وهم اكبر حاجه. طيب سؤال اخير اتسالت، هو احنا الافضل يا مشاهد نجيب فراخ كتاكيت ولا نجيبها كبيره شويه عمر شهر او نجيبها عمر البيت؟ دي حاجه بترجع لحضرتك، ممكن انا اقول لك انا مثلا بحب اربهم كتاكيت، ده طبيعي كده، انا بحب كده سبحان الله، بحب غريزه حب للطيور، بحب اشوف الكتكوت صغير وبالذات لو طلع عندي من الفأس كمان واربيه ويكبر معايا واحده واحده. طبعا زي ما قلت لكم ده بالنسبه لي ان انا بحب اربي كتاكيت صغيره وبعرف اربيها الحمد لله. في غيري ممكن يكون مش فاضي يربيها او بيربيها صغيره وبتموت منه لا قدر الله، مع ان انا بنزل لكم فيديوهات التحضير والاستقبال وكل التفاصيل بتاعتها يعني تخليك تربي باعداد زي ما انت عايزه. بس عامه في الحاله دي تقدري تشتريهم من مكان موثوق فيه عمر شهر مثلا. طب انت عايزه فيهم البرابر ومش عايزه الديوك، خلاص هتشتري بقى العدد اللي انت عايزاه، يعني عمر شهر بيتباعوا لك فرزه، يعني عايزه غالب ديوك ولا عايزه غالب برابر، فزي ما بتختاري بقى بيكون قدام عينيكي. في ناس حابه ديوك وبرابر عشان هي حابه تاكل فراخ بلدي وتذبح ديوك، فبيجيبوا مثلا نصهم ديوك ونصهم برابر، فعلى حسب احتياج كل بيت. ده اللي انا اقصده. انت مثلا مش عايزه ديوك للذبح، عايزه فراخ للبيض بس، هتجيبي بقى كام بربره، 15 بربره ومعاهم ديك او 10 برابر ومعاهم ديك. لو عايزه تكبري الاعداد بقى زي ما حضرتك حابه، في كل بيت على حسب احتياجه وعلى حسب تعرفي تربيهم، فاضيه تربيهم او مش فاضيه. حبيت افيدكم بالفيديو البسيط ده، يا رب يكون كان فيه معلومه مفيده لبعض من حضراتكم. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.